السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وبصحه جيده، ونهاركم ان شاء الله يكون معطر بذكر الرحمن وبذكر القران وبالصلاه والسلام على خير الانام محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. حبيباتي ان شاء الله تكونوا دوزتوا العيد لاباس وانتم بصحه جيده مع الاهل والاقارب، وان شاء الله يا ربي ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عدنا لوصفاتنا اليوميه، بما انه رانا في فصل الربيع خيرت لكم واحد الوصفه يعني تقليديه تجي بزاف بزاف هايله ومغذيه. كانوا بكري جداتنا وامهاتنا يديروهم خاصه في منطقه المسيله، بوسعاده، الجلفه، يديروا بزاف هذه الاكله التقليديه اللي هي مشهوره عند ولاد نايل كما يقولوا عرش ولاد نايل. اليوم حنقدم معكم واحد الوصفه بزاف هايله اللي هي رفيس الغرس بالكسره. يعني عندي لهنايا حوالي كيلو غرس. انا كان عندي من قبل نصف تاع كيلو، فورته، جاني شويه يابس، لازم تفوريه هكا باش يطرى معاك. وشريت كيلو جديد يعني طري هكا، خير النوعيه الجيده، كي تمسوها تلقاوها طريه. عندي نصف كيلو من قبل فورته كان يابس، ونصف كيلو جديد شريته، يعني حوالي كيلو. ولهنا عندي تاني حوالي كيلو سميد. انا كيلت بهذا البول، درت 3 كيلات. كي وزنتهم عطاوني يعني حوالي 700 غرام، يعني كيلو تنقصي منه حوالي 300 غرام، ولا كيلي بالبول اللي عندك. انا كيلت بهذه 3 كيلات. هذا مكان، ونحتاج الماء طبعا والملح والزيت. ونسحق تاني بصل هكا مقطعه تكون رقيقه جدا هكا باش ينحي لنا الثقل تاع الليدام. ومن بعد حنديروا له زبده نباتيه او زبده حيوانيه، من الافضل تكون حيوانيه ولا سمن حيواني، يعني يجي في هذيك البنه راح تعطي في الرفيس واحد الذوق خرافي. هنا تكون مقطعه رقيقا، هنا حبه بصل صغيره ولا نصف حبه بصل هكايا باش تجي واحد البنه فيها هايله. يعني انا نديرو على طريقه امي الغاليه ربي يحفظها لي، كانت تدير لنا هكا يجي بزاف بزاف هايل مع البن تاع البقرات اللي يجي فيه بنه تالي هايله، ويجي ماشي قارص، يجي النوعيه الجيده يعني. اول حاجه حبيباتي ندير في كل كيله هكايا حوالي ملعقه تاع ملح باش ما يجيناش صامت هكذايا. عندي هذا البول اللي كيلت به السميد حنكيل به نصف كيلو زيت نباتي هكا، يجي الكسره تاعو تجي مبسه يعني. انا ندير نصف الكيلو، ما نعمرهاش، حوالي ناقص 2 اصبع هكذايا باش تجينا مبسه الكسره ديالها. هذا مكان، ونخلط نبسوها مليح. كي نشوف يخصني نزيد هكذا حبيباتي، هكذايا نخلطوه مليح. كي خصني نكمل الكليله تاع السميد، لازم تجي العجينه مبسه يعني مشبعه زيت هكا، باش كي نطيبوها الكسره طيبيها في الطاجين تاع الطين ولا في الطاجين تاع الحديد هكايا تجي مبسه شويه. انا نكمل الكيله. انا السميد تاعي يتشرب الزيت، نزيد حوالي ربع برك باش نكمل الكيله. يعني نتوما ديروها كيله كامله، يعني 3 كيلات سميد بكيله زيت. ديري ما تعمريش بزاف الكيله تاعك هكا باش تشوفي السميد تاعك لا يتشرب الزيوت ولا لا. انا السميد تاعي يتشرب الزيوت. فيما يخص السميد حبيباتي، السميد اللي ديري به الكسره ديري به متوسط شويه رقيق، يعني ديري اللي متوفر عندك هكذايا نبسوها مليح. ومن بعد نضيف الماء تدريجيا هكايا. انا نبقى حبيباتي نضيف الماء تدريجيا ونوري لكم القوام تاع العجينه ونرجع لكم. هنا حبيباتي هاو القوام اللي تحصلت عليه، يعني هكايا تخلوها طريه وعجنوا غير بالاصابع فقط هكايا. قطعوا هكا العجينه هكذايا، كي تشوفوها تشربت تولي هكايا طريه متماسكه نوعا ما ديروش العجينه طريه بزاف هكذا، جوست تلايم روحها. تجمعوها نقسموها الى كرات صغيره على حسب الطاجين اللي يكون عندك كبير ولا صغير هكذايا. ما تعجنيهاش بزاف، غير بالاصابع برك تلايميها. انا حنقسمها على 3، شوفوا تجي مزيته هكا العجينه. نقسمها على 3 خبزات صغار، خاطر الطاجين تاعي راح نديرها انايا في الطاجين تاع الحديد في المقلاة يعني هكذايا. هذه الطريقه هاك. انا دوك نبسط العجينه ونطيبها ونرجع لكم.
هنا حبيباتي هاو السمك تاع العجينه لازم تخلوها شويه خشينه هكذايا، باش كي تعودي تفتي فيها راح نفتتها من بعد بيدي باش تجيك ساهله. ولا ما قدرتيش يعني ترفديها ديريها في كيس بلاستيكي هكا، قطعيها بالموس الى قطع ولا السكين قطعيها الى قطع وطيبيها. انا راح نديرها هكا نطيبها لخاطر درتهم صغار، من احسن ديروهم صغار وتخلوها هكا السمك تاعها خشن نوعا ما. انا دوك نطيبها حبيباتي ونكمل معكم الوصفه. ما حبيباتي الكسره تاعي طيب، ميم الا تقسمت لك في الطاجين ولا تقدري ترفديها وتحطيها قطع قطع. هنا يطيب الاخرى، الاولى طابت لي، انا دوك نطيب كامل الكسره ونرجع. هنا حبيباتي بعد ما كملت الكسره ديالي انا حطيت لهنا زوج، مزالت لي هذه وحده كي نشوفها تخصني نزيد نطيبوها هكا مليح. شوفوا طابت هايله. ميم كي تبقى لك هكايا بلا ما ديريها رفيس خليها لولادك العشيه ديريها انت الرفيس في الغداء، يعني في الفطور جويه 12 خير من ديريه مع العشيه يجي ثقيل. ديريها في الغداء وكي تبقى لك الكسره طيبي لولادك بها يشربوا بها قهوه حليب، تجي بزاف هايله. شوف شحال مبسه، تجي بزاف طريه وهايله سخونه. انا نخلي هذه من جهه وراني ندير فيه زوج يعني قرصات خبزات. لازم تفتوه هكا رقيق حبيباتي، هكا فتوه رقيق ما ترحيهش. كاين اللي يرحوه ومن بعد يجيهم كشغل سميد. خلوه هكايا باش هذه الطبقه تاع الكسره من الفوق تجيك شويه هكا مقرمشه مع الفتات الاخر. كي تفتيها تبقى لك هذه من الفوق مقرمشه، ما يجيش كامل مرحي يعني هكاك شغل سميد من دار وجديد. هكايا انا فتتها راهي سخونه، فتيها وهي سخونه، خليها غير تبرد شويه وفتيها باسكو كاين اللي ما يقدروش المبتدئات. شوفوا تفتت بكل سهوله، جات بزاف هايله هذه الكسره. شوفوا مع شرب الحليب يا سلام. هكذايا انا نفتتها كامل هكا رقيقه، نكمل كامل نفتتها ونرجع لكم. هنا حبيباتي بعد ما كملت فتتو هكايا كامل فتتها هكايا، عفوا. هنا حبيباتي بعد ما كملت فتتو كامل هكذايا، شوفوا ان شاء الله يكون واضح. نبدا نضيف هذه الخبزه الاخرى نخليها انايا، هذه نخليها حتى نشوف الا خصتني نزيد. يعني درت غير زوج خبزات، راح ندير يعني دوكا الغرس هكايا ما نضيفوش كامل، نضيف كميه قليله، الكميه الاكبر ونخلي الكميه القليله هكايا. ونبدا نعجن فيه، ندخل فيه مليح الكسره نفتها هذه. اخر حاجه نضيفوها هي البصل والزبده هكا. طبعا نتناولوه مع اللبن، ناكلوه مع اللبن. انا دوك نبقى نكمل حبيباتي باش ما يجينيش الفيديو طويل ونرجع لكم. هنا حبيباتي بعد ما تبقاي تعجني فيه تدخلي الكسره يعني مليح في حوالي 3 دقائق الى 4 دقائق. انا بقيت هكا نعجن فيه حتى تدخل لي الكسره مليح داخل الغرس. انا للامانه الكسره هذيك اللي بقات لي ضفتها كامل، يعني درت 3 خبزات كامل، يعني طبق عائلي بامتياز. الغرس ما كملتوش كامل، نحيت هذه القطعه منه الكيلو، نقصت منه هذه القطعه. تحبيه بمقادير مضبوطه نقصي من الكيلو حوالي ربع، اقسميه على 4 ونقصي القطعه الرابعه. والكسره درتها كامل يعني جاتني هذيك هي، باش ما يجيكش حلو بزاف نقصت شويه الغرس، يجي مغذي وصحي وفيه السعرات الحراريه يعني، ويجي يقهم لخاطر فيه فيه الدهان فيه الدسم. يجيك هكايا تاكلي شويه منه ولا غير يشبع يعني ويكفي، ويجي بزاف بزاف بنين. انا هنايا ذوبت السمن، ما كانش عندي سمن نباتي، مام زبده نباتيه حيوانيه كنت عم بات لي كاين في الفريجيدال لقيتها ما كاش خلاص لي. درت يعني السمن عادي ولا تقدري الزبده عاديه، لما لقيتيش ثاني راح يعطيك نتيجه هايله، بصح بالزبده الحيوانيه راح يعطيك بنه خرافيه يعني تجي احسن. هكايا نضيف كامل هذوك 2 ملاعق اللي ذوبتهم تاع السمن. نضيف ايضا البصل، كميه لاباس بها تاع البصل، راح تنحي لك هذاك الذوق تاع السمن تاع الزبده باش ما يجيش يقهم بزاف. هكذايا ونعجنو تاني مليح يا سلام. وانا راني نعجن فيه هكايا ولا غير جاتني يعني بنة الزمان قعدة الزمان. يا سلام على الزمن الجميل. نشفى اليما كانت هكا ديره لنا، نهار اللي تكون دير في الرفيس ولا هذاك الرفيس تاع الرفيس التونسي ولا ندورو كامل بها هكا، هي راهي دير وحنا ناكلو هكا نردو بشويه وناكلو. انا راح ما تخلوا لي والو في الجفنه.
هكا كتديري مع جفنه كبيره، يعني دير تاع عائلي اكثر من هكايا، طبق عائلي. هدايا شوفوا تعجنيه مليح، تدخلي هذيك البصل يعطيه واحد البنه هايله. هدايا نعجنو مليح. انا دوك نكمل نعجنو مليح، ندخل فيه الزبده ولا الليدام اللي راح ديريه. من الاحسن الحيواني حبيباتي، اللي عندكم الحيواني ديروا الحيواني، تجي روعه. انا نكمل كامل ونشوفوه في صحن التقديم مع اللبن. هنا حبيباتي الرفيس تاعي راهو جاهز. بعد ما كملته عجنته مليح، دخلت فيه مليح السمن. من الاحسن السمن او الزبده الحيوانيه، انا ما عنديش، درت يعني زبده عاديه ولا سمن عادي ديري. راح نرافقه هنايا مع اللبن هذاك اللي فيه الزبده، راح يجي روعه. ندوق معاكم شويه حبيباتي اللبن. الله الله، شوفوا داك اللبن اللي فيه الزبده، يجي بزاف بزاف هايل. هدايا ندوق معاكم شويه حبيباتي، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. صدقوني بنه خرافيه. شوفوا يا سلام، بنه ولا اروع. هذا طبق عائلي، انا مع اولادي، عندي اولادي 4 يعني مع الزوج يكفوني. ان شاء الله حبيباتي وصفه الرفيس تاع الكسره والغرس التقليدي النايلي الجزائري الاصيل يعجبكم وينال رضاكم، خاصه يصلح بكري كانوا يديروا فيه فصل الربيع. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم حبيباتي. وفي الاخير ما تنساوش تدعموني في القناه فضلا وليس امرا للتشجيع فقط. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي فيديو جديد، والسلام عليكم.